الحين نجرب المعدة على السيارة الثانية عملية التأكيد. طبعا ننتبه للسيارة الهايلوكس هذه الربلة موجودة في الباب وليست موجودة في الغمارة، فننتبه للحاجة هذه عند عملية الفتح. نجيب قطعة القماش نحاول نسحب الربلة بالإصبع قبل نركب السكروب، ثم نقوم بعملية تركيب السكروب ونحط مجال لنا لإدخال الوسادة الهوائية. بعدين ندخل الوسادة الهوائية في المكان المناسب، وبعدين نبدأ عملية النفخ. نقفل الباب كان مفتوح. الآن أخذنا المساحة المطلوبة. الآن كل المطلوب أن نقوم بعملية إدخال السيخ الحديدي في الفتحة وتوجه ل فتح الآن الباب. كل المطلوب الآن للحفاظ على الشخص اللي عملية لا يرتد الباب عليه، نقوم بتنسيم الهواء أول قبل فتح الباب. إذا خلص الهواء من الوسادة نفتح الباب فتح عادي. السلام عليكم.